الحكم هيصفر، فاضل 3 ثواني. صفر. ايه بقى؟ في ايه بجد؟ هو ايه اللي حاصل يعني؟ ليه احنا بنتفرج على القرف ده؟ بجد احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ احنا من اول رمضان ما شفناش ماتش للاهلي عدل. هات لي ماتش للاهلي من اول رمضان كويس حلو اتفرجت، يعني انت كده كاهلاوي بتتفرج عليه مبسوط انت بتتفرج. حتى الماتشات اللي بنكسب فيها زي الزفت، زي الزفت. ايه اللي احنا شفناه ده؟ انت النهارده كنت مستني انت تكسب؟ انت كنت والله ده الجول اللي انت جبته ده جون كفته، يعني احنا جبنا جون كفته كده. طلائع الجيش يعمل كده؟ ايه ده؟ ايه الماتش اللي أنا اتفرجت عليه ده منظر فريق عايز ينافس على الدوري؟ انا عايز اقول لك على حاجه. ايه ناقصنا احنا كفريق عشان ناخد الدوري او عشان نلعب كويس؟ انت عندك على الشمال المفروض تريزيجيه وبن شرقي، افضل اتنين لعيبه في مراكزهم في افريقيا. عندك على اليمين زيزو، افضل لعيب في مركزه في افريقيا. وطاهر محمد طاهر، افضل مترجم في القاره في مركزه. وعندك في الهجوم، معلش بقى اصل الهجوم بقى ايه، انت فاهم؟ عايزين نتدلع دلع مرق. عندنا محمد شريف واوتاكا وكعبيش، سيبك من كعبيش ده. عندنا محمد شريف واوتاكا. معلش بس احنا عايزين مهاجم كده، ده دلع مرق. تمام، اتنين مهاجمين، يعني محمد شريف ده وهو فورمه احسن مهاجم في مصر. نص الملعب امام عاشور وبن رمضان ومروان عطيه وديانج، لعيبه كلهم من احسن في مراكزهم. بالعمري، محمد هاني المفروض ان هو احسن لاعب في مصر، اتنين مدافعين ولا ثلاثه مدافعين ولا اربعه مدافعين، وعندك احسن حارس في افريقيا شوبير، اللي ماليش دعوه باللي يقول على الشناوي ده. فانت مستني ايه؟ بجد انت مستني ايه علشان تلعب؟ انت عندك كل حاجه، ليه القرف ده بقى؟ القرف ده يخلينا ايه؟ انت دلوقتي عندك 40 نقطه، بيراميدز كسب بقى 43 نقطة، الزمالك لما يكسب بعد بكرة يبقى 46 نقطة، الدوري راح خلاص. ما ده اخر ماتش في الجولة، ده اخر ماتش في اللي هو النص الاولاني. بعد كده هتخش على النص التاني، انت هتلعب 7 ماتشات ولا مش عارف 6 ماتشات ولا كام ماتش، كلهم هتلعب عتاولة، كلهم ايه، ضرب نار. فانت اي فرقة بتلعب قدامك بتعمل عليك ماتش. احنا بنلعب زد، بنلعب طلائع الجيش، بنلعب اي فرقه في الدوري بيتعمل عليها ماتش. انا بشوف ان احنا بيتعمل علينا ماتش، بيتعمل علينا كماشة، كأن الفرقة دي نازلة عارفة هتلعب علينا ازاي. اي مدرب نازل عارف ازاي هيلعب مع الاهلي، هيجيب اجوال في الاهلي، طريقتنا محفوظة، طريقتنا معروفة، ما عندناش روح. الجمهور النهارده بيقول لك ايه؟ العب برجولة وروح. الدوري معروف فين هيروح بجد. ما هو لو الدوري معروف فين هيروح، على الزمالك. بجد والله قول كلمة الحق، ما تتكسفش وما تخافش. انت ولا عندك رجولة ولا عندك روح، هتلعب برجولة وروح يبقى روح للزمالك على طول، شوف بيلعبوا ازاي. بجد والله يعني قول الحق كده. خلاص. انت بقى النهارده فين؟ عندك رجولة؟ لا. عندك روح؟ عندك لا. عندك تكتيك؟ عندك لا. عندك فنيات؟ لا. عندك اي حاجة؟ لا. بسطرمة. انت عندك النهارده بسطرمة. ده اللي انا شايفه. مفيش اي حاجة الا الكورة. اي حاجة الا الكورة والله. ده انت النهارده بتلعب الشوط الثاني بمين؟ زيزو وتريزيجيه وامام عاشور وبن شرقي ومحمد شريف وديانج. ايه كل اللعيبه دي؟ هو حشر لعيبه، كل كميه لعيبه كلهم لعيبه فشيخه. ومفيش تشوف حاجه واحده حلوه، مفيش. اي فريق بينزل قدامك بيعلمك الادب. انا بقيت بتفرج على الاهلي بحس كل ماتش ان انا بلاعب الاهلي وانا مثلا تليفونات بني سويف. كل الفرق بقت جامده علينا، كل الفرق بقى بتدينا على عينينا كده. مفيش فرقه واحده عارفين نلعب معاها. بعدين انا نسيت ان الكوره دي حاجه حلوه. هو احنا اصلا السبب الاساسي بنتفرج على الكوره عشان ننبسط ونفرح. الاهلي بقى كل ماتش ينكد علينا، بالذات من اول رمضان. هو ايه القرف ده بجد؟ احنا بقيت كل ما بتفرج على ماتش بحس ان يا رب يخلص. كسبان خسران متعادل، انا النهارده خسران والله، عمال اقول يا رب يخلص. يا رب القرف ده يخلص. اقفل بقى، ايه، مش هنتعادل، مش هنكسب، مش هنعمل اي حاجه. الجمهور اللي في المدرجات سمعوا خلاص، لما فقد الامل عادي يشتم بقى، خلاص عايزين رجاله، مش عايزين لعيبه، عايزين رجاله. احنا مش عايزين لعيبه، عايزين رجاله. خلينا نتكلم شويه برجوله بقى ومن غير ما نخاف. انت عندك مصيبه في الاهلي، انت ما عندكش مدرب. خلاص بقى، انت لازم تعترف ان انت ما عندكش مدرب، ده بطيخه. ما عندكش روح، ما عندكش لعيبه بتخاف. انت عندك ايه؟ بهوات، والله بشوات. دول اصلا نازلين قرفانين بعد الفطار، عايزين كل واحد عايز يخرج، اللي عايز يعمل اعلان، اللي عاوز يتصور هنا، اللي عايز يتفسح هنا، اللي عايز يتعلق هنا. فانت فاهم؟ كلهم انت ماتش ايه بقى وقرف ايه بعد العيد بقى، بعد العيد الكبير. اللعيبه كلها مش عايز تلعب. انت عاوز كده حد يظبطهم. والله العظيم بجد اللعيبه كلها
انت عندك، انت هقول لك افور لعيبه، لا انت عندك افجر لعيبه في القاره كلها، بس ما عندكش حد عايز يلعب. انت ما عندكش حد عايز يلعب، فاتكلم بقى كده برجوله، اتكلم بصراحه من غير ما حد يتكسف ولا يخاف. اللعيبه دي كلها محتاجه تلطش كده كده، ويعرفوا بقى، يعرفوا يلعبوا. ده ايه ده، انت عندك فريق يرعب، بس بقى ايه، يموت من الضحك في الملعب. والله بيموت من الضحك. انا قرف ده. بس انا هقول لك على حاجه من دلوقتي، انسى الدوري. خلاص النص الاول خلص، خش على النص التاني هتلعب بنفس المنظر ده. انسى الدوري. اي فريق بقى انت فاهم هتلعبه، سيراميكا، الزمالك، بيراميدز، بالمستوى ده هينزل يلطش لك، يدينا بالاقلام على وشنا ويخرج. اي فريق. انسى موضوع الدوري ده بقى. خلينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في القصه الحمضانه بتاعتنا دي، لان احنا فرقتنا ملط، احنا ملط والله العظيم.